قول لي حضرتك ايه رايك في مجلس الشعب اليومين دول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هو مجلس الشعب كويس جدا وإخوة نحسبهم على خير، ولكن هم مسكوا البلد في وقت البلد فيه في حالة فوضى، والبلد فيه واقعة خالص. فطبعا الوقت دوت يعني هم هياخدوا وقت كبير للبناء، لأن هم طبعا في قضايا كتير متعلقة بالأمن وبغير الأمن واقتصاديا وما شابه ذلك، ولكن هم مش هيكملوا بأن هم يصلحوا تماما إلا في حالة وجود رئيس. وموضوع أن هم بيتناقشوا كتير وبيتحاوروا كتير وبيردوا على بعض والكلام دوت، الكلام ده كله في مصلحة الشعب، لأن ده هيخلينا إن إحنا نثق فيهم ونطرح كل الآراء وكل المسائل اللي تهمنا كلنا، وإن شاء الله عز وجل هتكمل برئيس ان شاء الله منتخب بحريه وبنزاهه كده زي ما انتخبنا مجلس الشعب. انت شايف مين من المرشحين نفسهم كرؤساء للجمهوريه يصلح لتولي امور البلاد؟ والله انا ارى، والله اعلم والله حسيبه ولا ازكيه على الله، ارى يعني عن نفسي انا، دي رؤيه شخصيه لي انا، ان انا هرشح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لان الرجل ده انا احسبه على خير ولا ازكيه على الله، وان شاء الله عز وجل هو انا في اعتقادي انا وفي اعتقاد ناس كتير بصراحة انا صديقهم، يعني ان هو رجل المرحلة بصراحة. ليه بقى؟ لان هو رجل اول حاجة هو دكتور في القانون، دي نقطة. النقطة الثانية فعنده دراية سياسية جامدة جدا وفاهم. الحاجة الثانية ان هو عالم من العلماء، يعني ما هوش رجل عادي من كافة، فهو حمل رسالة الدين مع رسالة القانون. انت بتقول لي عالم من العلماء؟ نعم. عالم في ايه بالظبط؟ عالم في الشريعة الإسلامية، لأن هو أصلا فقيه. الشيخ حازم أبو اسماعيل رجل فقيه في الشريعة الإسلامية وراجل أهل فتوى يعني، وهو وعلى الشق الآخر الرجل برضو راجل من الناس اللي هم دكتور في القانون. فنسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نأيده، ودي وجهة نظري الشخصية يعني، وان شاء الله يشاركني فيها كتير من الاخوة المصريين يعني. تمام. طيب نرجع تاني لمجلس الشعب، شايف ايه حاجة مفيدة مجلس الشعب عملها؟ مجلس الشعب من ضمن الحاجات المفيدة اللي هو عملها، ولكن انا ما اعرفش هو كان عاوز يعملها، لا هو لحد وقتنا هذا بصراحة انا لا ارى ان هو حقق شيء على ارض الواقع بصراحة. ولكن هو لما اراد ان يحقق وان يسحب الثقة من حكومة الجنزوري، طبعا الجنزوري لقوا فيه نص، ده اللي انا سمعته، ما اعرفش اذا كان صحيح ولا لا، ان هو ليس له الحق ان هو يسحب الثقة من حكومة الجنزوري. ما اعرفش انا، طبعا انا ما بليش في القانون قوي يعني وفي الحاجات دي المسائل ديت، ولكن انا لا ارى ان هو لو ادوله هذه الصلاحية ان هو يسحب الثقة، انا ارى ان هو لو شكل حكومة هتكون الحكومة دي احسن حكومة في التاريخ. طب انت سمعت عن النائب البلكيمي؟ نعم. اللي عمل ايه بقى؟ انا والله سمعت كلام كده عنه، ولكن انا بصراحة ما عنديش دراية كاملة بالموضوع. البلكيمي ده اصلا من محافظة الغربية، وكان سائق توك توك قبل ما يرشح نفسه لمجلس الشعب. نعم. وفور ما دخل المجلس عمل سلفة ب50,000 جنيه علشان يقدر يعمل عملية تجميل ب8,000 جنيه ويهيص نفسه بقى. فانت تقول ايه لواحد كان في الاصل سواق توك توك، نعم، واستطاع ان يدخل مجلس الشعب وعمل ده كله بقى، يعني بدل ما يفيد الناس، بدل ما يتولى المهمة اللي الناس وكلوه ليها، نعم، بما يرضي الله، نعم، وبما لا يخالف شرع الله، نعم، قام رايح عامل لي سلفة ب50,000 جنيه وعملية تجميل في مناخيره. انت ايه الاول رايك في عمليات التجميل عموما يعني؟ لا، التجميل لا يجوز شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث ان لعن الله المتفلجات اللي هم بيفرقوا بين سنانهم للحسن وما شابه ذلك، والمترجلات يعني النساء اللي بيلبسوا هدوم الرجال والعكس صحيح. فطبعا ده لا يجوز شرعا، وهو طبعا كان حزب النور تقريبا. وطبعا عشان نعرف ان الحزب ده فعلا أقيم على شرع الله عز وجل، وان هو يريد تطبيق شرع الله عز وجل، انا علمت علم اليقين ان الحزب اسقط شرعيته من المجلس. ودي خطوة تورينا ان حزب النور حزب كان ثقة ان احنا انتخبناه فعلا، وان شاء الله عز وجل اي واحد هيعمل اي كلام يخالف شرع الله عز وجل او يخالف العرف الناس، مجلس الشعب حزب النور
او حزب الحريه والعداله او اي حزب من الاحزاب طبعا لا يوافقوا على هذا وهيفصلوا تماما مجلس الشعب. طب ايه رايك في ان حزب النور كل شويه حد فيهم يطلع يغلط غلطه بعدين يرجع الحزب اللي هو نادر بكار المتحدث باسم الحزب نعم. يعتذر ويقول ان هذا الشخص لا يمثل حزب النور؟ انت ايه رايك في الكلام ده؟ لا، اذا كان الكلام ده صحيح والكلام ده حاصل يبقى كده انا لا اوافق عليه ابدا، وحزب النور مخطئ جدا، ونبعت ان شاء الله رسائل على الفضائيات نوجههم ان هم يتكلموا في الموضوع ده ان شاء الله. انا عن نفسي باذن الله عز وجل ان ما نسيتش يعني وانسان الشيطان هبعت رساله على قناه الحكمه اللي انا مشاهد ليها وقناه الرحمه وقناه الناس ان هم يناقشوا الموضوع دوت، والا ان احنا ما ننتخبش حزب النور تاني. تمام. اذا كان بهذه الطريقه يعني ان شاء الله. ايه اخر حاجه نفسك تقولها؟ نفسي اقول لمجلس الشعب ربنا يقويكم ويعينكم، ولكن احنا عايزينكم تكونوا بجديه اكتر من كده، لان انا ارى ان انتم ماشيين ببطء جدا جدا، وان انتم بتتكلموا اكتر ما بتعملوا بصراحه. تمام. الف شكر لحضرتك. ما تعرفش باسم حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. اخوك في الله طارق المصري. اهلا وسهلا استاذ طارق. ربنا يعزك.